في افلام ساعات بنشوفها ونضحك ونقول اننا اتبسطنا وخلاص، لكن بعد فتره نرجع نفتكر الفيلم ونفتكر الافيهات ونلاقي نفسنا بنبتسم حتى لو الموقف كان بسيط جدا. الكوميديا في السينما المصريه كانت جزء مهم من ذكريات ناس كتير، ومش دايما كانت الكوميديا معتمده على قصه معقده او فكره كبيره. احيانا كان الضحك بيجي من موقف صغير او شخصيه بسيطه او سوء تفاهم يخلي المشاهد نفسه يضحك. في الفيديو ده هنتكلم عن 10 افلام كوميديه مصريه نجحت جماهيريا ولسه ليها حضور عند المشاهد لحد النهارده. ومش المقصود هنا ان الترتيب يعني ان فيلم افضل من التاني بشكل مطلق، لا خالص، لكن دي مجرد وجهه نظر عن افلام قدرت تسيب اثر عند الجمهور سواء بسبب الافيه او الشخصيه او روح الفيلم نفسه. يلا نبدا. مبسوط؟ اتصدم. الفيلم رقم 10 معانا فيلم الباشا تلميذ. الفيلم ده ميكس كوميديا على رومانسيه من بطولة كريم عبد العزيز وخالد الصاوي وغادة عادل. كريم عبد العزيز ده ممثل معروف بطريقته المميزة في الكوميديا، مقبول للجمهور. هو وخالد الصاوي عاملين ميكس فظيع زي مثلا فيلم ابو علي، اسلوب الشرير الظريف كده، وده بيخلي المشهد جميل جدا. والفيلم ده فكرته حلوه وبسيطه، وطبعا بطولة الفنان محمد لطفي وحسن حسني. وحسن حسني دايما لو لاحظته بيطلع في دور شخص عصبي وبيتعامل مع حد يخليه يتنرفز عليه اكتر زي حازم وبسيوني بسيوني. بجد فيلم جميل جدا ويستحق المشاهده من اخراج وائل احسان، برغم انه من 2004 لكن لسه في ناس لحد دلوقتي بتتفرج عليه. وفكرته باختصار ان الضابط بسيوني اللي هو كريم عبد العزيز بيتم تكليفه انه يدخل الجامعه وينضم لشله كده عشان يفهم الحوار ويعرف اكتر عن موضوع ترويج المخدرات جوه الكليه الخاصه. وبيتعرف على شله من ضمنهم انجي، بنت جميله وغنيه غنى فاحش من اسره مفككه. المهم بيعجب بيها لان في عيل تاني في الجامعه كان معجب بيها. المهم في النهايه الخير بينصر على الشر وكده. وطبعا وسط الحوارات دي في حس فكاهي وكوميديا. انتباه يا عسكري. مش انتباه. ننقل على الفيلم رقم 9 وهو فيلم مرجان أحمد مرجان. طبعا الفيلم غني عن التعريف، بطولة الزعيم عادل إمام وميرفت امين. الفيلم ده درامي كوميدي تحسه فعلا بيناقش حاجه مهمه بس بصوره لطيفه ومواقف مضحكه. الفيلم ده من سنه 2007، اخراج علي ادريس. الصراحه فيلم كويس، اول مره شفته كان في العيد زمان مثلا، بس حلو يستحق المشاهده. وقصته برده مثيره للاهتمام، يعني هو رجل اعمال ناجح غني قوي بس بيعاني كده من شعور بالنقص من ناحيه التعليم، مش مثقف قوي، والفلوس فعلا مش هتخبي الموضوع ده، وخصوصا هو نفسه حاسس بالنقص. واولاده عدي وعلياء بيحاولوا كتير يقنعوه انه يكمل تعليمه، وفي حوارات كتير بين اخفاق ومواقف طريفه في الكليه وقضايا مهمه بس بطريقه كوميديه. وفي النهايه بتكون سعيده برضه، ومرجان بيحب جيهان وجيهان بتحب كمان مرجان. مش مهم بقى. الفيلم رقم 8 معانا وفيلم غبي منه فيه. الفيلم ده كوميدي ومليان مغامرات، بطوله الفنان هاني رمزي، ومعروف دايما بيطلع في ادوار كوميديه، بس ده احلى فيلم ليه صراحه. وبيناقش حوار مهم بس الشخصيه نفسها سلطان مع حسن حسني المعلم طبق. الحوار مضحك جدا يعني، ولسه هنشوف حسن حسني كتير في افلام جايه. طبعا الفنان طلعت زكريا الغني عن التعريف. بجد الفيلم ده بالرغم من انه سنه 2004 لسه بيضحك لحد النهارده. قصه الفيلم باختصار ان سلطان عايز يتجوز ساميه اللي هي نيللي كريم، بس مش معاه فلوس ولا شقه ولا اي حاجه خالص. انا ما معيش خالص. وهنا بنيجي لجزء تسهيل الزواج والتخفيف من الطلبات عشان المركب تمشي. المهم بقى هو بيحترف السرقه مع المعلم ضبش علشان يبقى معاه فلوس، وابو ساميه يقبل انه يجوزه بنته ساميه، وحوارات كتير غير كده. بس بجد فيلم كويس ويستحق المشاهده. الفيلم رقم 7 معانا سمير وشهير وبهير. الفيلم ده بيضحك جدا بس قصته مش عميقه ولا مهمه، فانتازيا كده بس حلو ومضحك. ايه هو يا اخويا مش عايز توريني قدامك؟ باسبوري. وشيكو بالذات اسلوبه مضحك ومش مصطنع. الفيلم ده من سنه 2010، اخراج معتز التوني، بس فيلم حلو يعني هيغير مودك لو انت بتحب الكوميديا النص نص. مدهش. كمل. الفيلم رقم 6 فيلم زكي شان، بطولة أحمد حلمي وحسن حسني وياسمين عبد العزيز. الفيلم ده من إخراج وائل إحسان برضه سنة 2005. طبعا أحمد حلمي وياسمين عبد العزيز وحسن حسني بجد ميكس فظيع للفيلم ده. قصة الفيلم باختصار شاب عاطل اللي هو زكي وبنت غنية ومتدلعة قوي بتحب الواد اللي اسمه حازم ده، وبيجي بطلنا زكي بيشتغل حارس شخصي ليه هي وأخوها، ومواقف كتير قوي مضحكة. فالفيلم حلو جدا يعني. الفيلم رقم 5 وخمن الفيلم في التعليقات. الفيلم من بطولة أحمد حلمي ونوع من الكوميديا الاجتماعية بس كوميديا سود. الفيلم ده سنة 2010، إخراج خالد مرعي، بجد تحفه وبيمثل الشارع المصري والاجواء المصريه، في ولاء لمصر وحنين للسنين القليله اللي عاشها مصري في مصر، اظن كده انت عارف. ولما رجع تاني كانت رحله جميله ومواقف مضحكه وغريبه بالنسبه له، فبجد يستحق المشاهده. الفيلم رقم 4 فيلم قلب امه. الفيلم ده بجد كويس من بطوله شيكو والفنانه دلال عبد العزيز وهشام ماجد. بجد الدراما مع الكوميديا ميكس كويس، واسلوب مجدي تختوه رائع، والكلام الغير منطقي ده بياخدك في حته تانية انك تضحك بس من غير ما تفكر ايه اللي حصل وازاي، زي ان مجدي يدخل سيخ في قلبه وياخد قلب ام يونس، وحوار حلو جدا وغريب بس لطيف. الفيلم ده من 2018، اخراج عمرو صلاح. الفيلم رقم 3 اللي بالي بالك، بطوله نجم الكوميديا محمد سعد وبرضه حسن حسني، وهنا محمد سعد بدورين الضابط والحرامي. الفيلم ده قديم من 2003، اخراج وائل احسان برضه. قصته حوار غريب كده ان الليمبي اتسجن وحاول يهرب، في الاثناء دي الضابط الرياضي المنفلوطي بيعمل حادثه ويموت، وهنا
ده بيبقى الليمبي مكان الضابط وبيعيش حياه الضابط، والكوميديا هنا من المواقف واسلوب الشخصيات في الكلام كالعاده. واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ، عايزين نطلع طيار. فيلم حلو جدا بالرغم من انه قديم بس يستحق المشاهده. الفيلم رقم 2 فيلم البدله، ده بحسه جديد شويه سنه 2018 من اخراج محمد جمال العدل، بطوله تامر حسني واكرم حسني وامينه خليل والفنانه دلال عبد العزيز. بجد الفيلم ده رغم ان حاسه تافه بس بجد فيلم ممتع، والبدله كانت سبب في حوارات كتير لانها بدله شرطه وحوار مع ماركوس، والنهايه كانت جميله جدا. والفيلم الاول اللي هتموت ضحك منه بجد، هو مش كوميدي اصلا بس ممتع، بس مش مصدق ازاي الفيلم ده طلع كوميديا كده بالرغم من انه مرعب. هو فيلم غريب صراحه، وهو فيلم ورده. الفيلم ده سنه 2014 اخراج هاني الباجوري، حسب المذكور في الفيلم انه احداث حقيقيه، بس طبعا الاختلاف بقى من تقليد افلام كتير اجنبيه، فتحسه قلب على كوميديا، مش عارف اخاف ولا اضحك ولا ايه بالظبط. بصراحه انا تعليقي الوحيد على اسلوب التمثيل والتصوير اللي كان بكاميرا موبايل اصلا، والانتاج ضعيف والاماكن مش بتتغير. وكده نكون خلصنا ال10 افلام اللي معانا، ودي افضل 10 افلام كوميديا من وجهه نظري. طبعا انت ممكن وجهه نظرك تختلف عني، ولو حابين نعمل فكره اي فيديو اكتب لها تحت في التعليقات. وسلام.